النهارده بقى هنعمل كشري العيد بتاع الخديوي بالظبط. كل سنة وانتوا طيبين. هنعمل احلى كشري بتاع الخديوي بالظبط. طريقة سهلة جدا. اول حاجة هجيب 5 بصلات كبار وهعملهم حلقان وهبدرهم بمعلقة نشا. دي النشا بيخلي البصل يبقى مقرمش ولونه ذهبي معاكي. وهحط زيت بقى وهبتدي اشوح فيه زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا مخرطه البصل حلقان. وطبعا انا قدت على حله نصها ميه ورحت ساقطه فيها المكرونه. طبعا انا بحط مكرونه اللي هي التحمير ومكرونه اسباجيتا. اول ما الميه غليت معايا حطيت فيها ملح وزيت ورحت ساقطه المكرونه وسبتها تتسلق. وطبعا انا هنا هوت نعل العكس بالجبه بتاعي. وطبعا انا قدت اهو على الحمص على النار. ولسه البصله بردك ما ادتش لون معايا على النار. عماله اقلب فيها وكده يبقى المكرونه اتسلقت معايا. ودي اول حاجه جهزت النهارده في كشري الخديوي بتاع العيد. بردك البصله اهيت بصوا لسه بردك اللون ما اداش ذهبي المقرمش اللي انا هعمله النهارده. هسيبها على النار بردك. واول لما البصل جهز معايا انا نشلته وسبت حبة بصل في الحلة مع الزيت. اهم حاجة بتسيبي حبة بصل مع الزيت. ورحت نازلة بالعكس بالجبة اللي انا غسلته والرز اللي انا غسلته وزودته مية زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت نص معلقة كمون ومعلقة ملح وقلبت كويس. وكده يبقى الرز بتاع الكشري خلص معايا هو والمكرونة. هبتدي بقى اظبط الحمص. هحط له بقى ايه نص معلقه كمون ونص معلقه ملح. وهبشله طماطم. وهعمل ايه هجيب ليمونه واقطعها شرايح وهنزلها في الحمص. الحمص دوت هتكليه اكنك بتاكلي حمص الشام اللي انت بتاكليه على البحر السخن دوت بالظبط. وطبعا هدق 5 فصوص توم وهنزلهم عليها. وهجيب ليمونه واعصرها اهي بقى الطماطم المبشورة. توم مدقوق كمون وملح. وهجيب ليمونة واعملها شرايح وهنزل بيها وعصرة ليمون. وكده يبقى الحمص جاهز معايا وهبتدي اوطي عليه عشان يستوي من جوه. بص اول ما غلي اهوت نزلت بقى بالليمون وعصرة الليمون. وهبتدي اوطي عليه بقى عشان خاطر العكس لو عليت عليه مش هيستوي معاكي بسرعة. دي تكاية مهمة اوي في الكشري. بعد ما دخل على سوا هجيب طبق وهشيل الليمونة والبشر الطماطم اللي انا حطاه عشان خاطر الليمونة ما تمررش معاكي. لو انت سبت الليمونة بقشرها هتمرر معاكي. وهنزل بقى بمعلقة خل. يا جماله يا جماله. وكده يبقى الحمص جاهز معانا. لو انت عاوزة تشربيه دي الدقة بتاعته ديت اللي انت بتحطيها دقة الكشري اللي بتبقى عند الراجل في الازايز الاستانلس. هي دي دقة الكشري. يبقى دقة الكشري خلصت معانا والحمص خلص معانا والرز خلص معانا والبصل خلص معانا والمكرونة خلصت معانا. هيبقى ناقص ايه بقى الصلصة. هبتدي بقى اعمل الصلصة. هدق طبعا توم مجهزاه. هنزل بالزيت اهوت وهنزل بقى بالثوم وهشوحه. بصوا يا جماعة والكشري يعني لو انت هتعمليه صح هيطلع احلى من بتاع الخديوي وانضف بكتير. انت مش ضامنة الطماطم هو عاملها نضيفة ولا لا غسل الحاجة ولا لا. وبالعكس اللي بعمله احلى من بتاع الخديوي بكتير. وطبعا ياسين بيقول الكشري بتاع تيتا حلو. ومعاذ بيقول ايه الكشري بتاع تيتا حلو. وطبعا هنبتدي بقى ننزل بقى بالثوم وهنقلبه كويس زي ما انتوا شايفين كده. يا جماعة كشري العيد ده لازم يتعمل بضمير يعني. كشري تاني يوم العيد دوت لازم يتعمل بضمير. هنبتدي نقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده.
بصوا بقى ما شاء الله ادت لون ذهبي. هنزل بقى بالطشة بتاعتي اللي هي الخل، وبعد كده هنزل بالطماطم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا هي اتسبكت اهيت معايا، هروح واخده بقى معلقتين ونازله بيهم على الحمص. دي تكايه مهمه جدا اوعي تنسيها. لما الصلصه تجهز معاكي بتحطي معلقتين على الحمص، وهبتدي بقى احط الملح وكمون وشطه، وهزود كده يجي رتل ميه وهسيبها بقى تغلي، وكده تبقى الصلصه بتاعت الكشري الخديوي جهزت معانا. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش الاشتراك في القناة، دي اهم حاجة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. فيديو الكشري طلع بجد بجد احلى من بتاع الخديوي ما شاء الله.